ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو وحادق مع المسيه. والنهارده يا ست الكل يلا بينا نعمل اجمل مخلل زيتون هيقعد معاكي من السنه للسنه من غير ما تحصل له اي حاجه. بس في حبه تكات كده وتركات خليكي معايا فيها عشان الزيتون بتاعك ما يربيش بكتيريا ولا يربي عفونه من فوق، يفضل معاكي من السنه للسنه. خليكي معايا بس في مكونات الزيتون عشان الزيتون ليه تحبيشه كده لو عملتيها هيطلع معاكي زيتون طعمه في منتهى الجمال. وكمان هيطلع احلى من بتاع المحلات. معايا هنا خيار. خيار ايه؟ ما ينفعش يتحط معاه خيار. الخيار هيتهرى. جزر جامد. معايا هنا انا جبت كيلو كتير صراحه. انا معايا هوز زيتون، بصوا انا بشرت عليه جزرتين بس. لو حطيت كل الجزر المبشور البشر بتاع الجزر بينعم، بيكون ناعم، ما بينفعش معايا يعني يتاكل بعد كده. فانا جبت كيلو طلع كتير فانا قطعت منه حبه. ده طبعا مش هيتهرى، انا مقطعاه كده بالمنظر ده، مش هيتهرى وهيتاكل مع الزيتون، بيبقى طعمه حلو. ده الحباش بتاع الزيتون. معايا فلفل احمر حامي، لو عاوزاه بارد ماشي، بس هو الفلفل يعني الزيتون بيبقى حلو وهو مشطشط شويه. معايا فلفل اخضر، طبعا الكميه دي كتيره انا بس المهم عندي ان انا اكبس الزيتون وهحط عليه شويه فلفل علشان التحبيشه بتاعته. ماشي. معايا كمان هنا راس توم متقشره انا قطعتها شرايح. وهنا ده كرفس، حزمتين كرفس. هما الحزمتين مش عارفه انقرضوا ليه يعني دلوقتي عشان مش الخضره مش اوانها، فالحزمتين دول ب5 جنيه. المهم بتحطي كرفس، الكرفس بيديله طعمه في منتهى الجمال. معايا كمان ليمون. بصي الليمون دوت انا هاخده اعصره وهحط القشر بتاعه معاه، بيطلع في منتهى الجمال. ما ترميش القشر بتاع الليمون اللي تعصريه للزيتون. تتبيله الزيتون او الخلطه بتاعه الزيتون بتديكي كل انواع المخلل اللي تحطيها معاه، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. روعه، بتبقى روعه من التحبيشه. وفي كمان لسه خل، هنعمل مع بعض الميه بتاعته. بس خلينا الاول في التحبيشه عشان ما نتوهش من بعض. اللي اول مره يعمله هيطلع معاكي زيتون في منتهى الجمال. طريقتي وطريقه والدتي من سنين، عمري ما هغيرها، لان الصراحه ما بتجيبش معايا اي عفونه ولا اي بكتيريا في المخلل. ماشي. اي حاجه تقدري تحطيها مع الزيتون تكون جامده، لكن بلاش الخيار زي ما غلطت الاول، لان الخيار هيطرى هيعفلط يعني هيعفن. الخيار بيتخلي لوحده خالص لانه مش بياخد وقت خالص في التخليل، انما الزيتون بياخد وقت في التخليل. لو عاوزه تاكلي الزيتون بسرعه ممكن تديله غلوه على النار، بس يا دوبك الميه تسخن عليه وتقلب قلبه واحده بس، يعني يا دوبك من جنب كده، يا دوبك الميه تسخن جامد يعني جامد جدا، تروحي طافيه عليه وتطلعيه من الميه. هو مش هياخد وقت معاكي بعد كده في التخليل وهيتاكل معاكي. انما انا عاملاه ني، لكن انا قعدته يومين في الميه، كل رايحه وجايه في المطبخ اغير له الميه بتاعته عشان المراره بتاعته تروح. فدوت متغير له الميه مرتين يومين ورا بعض، وانا رايحه جايه اغير له الميه. وبشرت عليه الجزريه دلوقتي اهي، وزي ما قلت لك قطعت الجزر والفلفل الاحمر الشطه، وكمان الفلفل الحامي. ده ممكن تحطي فلفل بارد على فكره لو مش بتحبي الفلفل الحامي. والثوم والكرفس والليمون. الميه بتاعه الزيتون يا جماعه لازم تكون مغليه. طب هي بتفرق معاكي؟ صراحه بتفرق جامد جدا. لما كنت زمان بعمله بميه مش مغليه قبل ما تطلع حكايه الميه المغليه دي ونعرفها يعني، بيقعد حلو لان بيتحط على وشه زيت وكل حاجه، بس انضف كمان لما تغلي له الميه كانك بتعقميها. هي غلوه واحده بس، يا دوبك تقلب من جنب واحد كده وتروحي طافيه عليها وتسيبيها تبرد. الرتل الميه بيتحط له معلقتين كبار ملح، بس انا بزود شويه وهقولك بزود ليه. بس يلا خلينا الاول ناخد الفلفل الاحمر ده نفرمه، وهاخد الليمون اعصره، ونرجع مع بعض نكمل بقيت اجمل مخلل بستناه من السنه للسنه. الصراحه بينفع في اي حاجه، في المعجنات بينفع، في الصيام بتاعنا بينفع بردك. ساعات بطلع منه كده والواحد بياكل كده لما بيبقى زهقان بشويه فول بزيتون بيبقى جميل. وساعات زيتون لوحده صدقوني بالعيش الحباش بتاعه بيخلوه في منتهى الجمال. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم، هفرم الفلفل ونرجع مع بعض. انا عصرت اهو الكوبايه الا ربع كوبايه كبيره دي بتاعه الميه، الا ربع من الليمون، والقشر بتاع الليمون اهو زي ما قلت لكم مش هرميه، والله بيبقى جميل يا جماعه. هكمل بس الكوبايه دي كده خل. انا مش عايزه اكتر خل عشان الخل بيهريه. ماشي. وكمان انت لو سلقتيه يعني حطي معلقه خل بس، لان كده هيتهرى معاكي بسرعه،
خساره يتهرى ويترمى. مش حكايه ان هو يستوي بسرعه، المفروض ان هو يقعد معاكي اطول فتره ممكنه، يعني ما يبص كله، يعني يفضل قاعد كويس تاكليه لغايه اخر شويه. مش حكايه ان هو يستوي وافتح عليه بعد اسبوعين 3 اكل منه والباقي يتهري مني او يترمى او يطرى مني خالص. لا، الطريقه ديت هتخليه قاعد معاكي طري ومقرمش. يعلم الله يعلم الله، قعد معايا سنتين مره، بس طبعا على اخر السنتين استوى وطري. على الاقل حاجه انت عارفاها في البيت، حتى لو استوت واتهرت انت مش هتبقي قرفانه منها ما دام ما ربتش بكتيريا ولا اي حاجه من على وش البرطمان. يلا بينا بقى كده، انا هشيل الليمون ده على جنب. يلا بينا، انا حطيت شويه فلفل اهو، وهحط كمان معلقتين من هريسه الشطه اللي احنا فرمناها اهو. يعني حطي معلقتين 3 كده بتخليه حلو. لو ما جربتيش الزيتون وهو مشطشط شويه كده يعني بامانه جربيه. ماشي كده خلاص اهو. هحط كمان الثوم والكرفس عشان المفروض ان انا احرك ده كله مع بعضه. هحط بقى دلوقتي الجزر وابتدي اقلبه كله مع بعضه. احلى تحبيشه للزيتون ممكن تعمليها بامانه. في ناس بتحط عصفر، انا مش بشوف ان هو محتاج للعصفر ولا للحبه السوداء حبه البركه. هو كده بيبقى حباشه في منتهى الجمال، الكرفس والثوم. جربوا الطريقه ديت واكيد باذن الله مش هتندموا. انا ما خدتش الجزر كله، خليت منه وخليت من الفلفل كمان. اخبز الزيتون الاول، ولو عوزت بعد كده ازود من الفلفل والجزر اللي معايا. نجيب بقى الميه عشان نظبط الميه بتاعته. يلا بينا نظبط الميه بتاعته. ده حوالي لتر ميه، لو عوزت تاني انا عندي، بس انا مش عايزه اكتر عشان ما يترميش بعد كده. اهم حاجه ان الميه تكون مغليه وبارده. كل رتل من الميه يتحط عليه معلقتين كده كبار زي ما انت شايفه هرميين من الملح. طب لو الملح كده زياده مش مهم، الملح يكون زياده. الملح احنا عارفين ان هو ماده حفظ المخلل. طب لو طلع في الاخر حادق منك سنه وانت ممكن تغسليه قبل ما تيجي تاكليه. الملح كله تقريبا نصه بينزل، لكن لازم اتاكد ان نسبه الملح كافيه ان هي تحفظ لي الزيتون حفظ كويس، يعني ما تخليش البكتيريا تيجي فيه. وزي ما قلت لك اغسليه قبل ما تاكليه. طب لو عايزه تقللي الملح ينفع تقللي لغايه معلقتين مهزوزين من الملح، يعني معلقتين متساويين او مهزوزين من الملح شويه. لكن انا شايفه ان الكميه ديت هي اللي تقدر تخليه يقعد معاكي من السنه للسنه. وزي ما قلت لك لو الملح زياده منك في الاخر اي مخلل ممكن تغسليه. في حاجه كمان عايزه اقول لك عليها، ما ينفعش تحطي في اي مخلل مش ده بس الزيتون بس، خضار يكون بايظ او مستوي او في حته ضربه تقولي هخلله ينفع ولا حاجه، يعني لا، لازم تحطي خضار صحيح ما فيهوش اي حاجه عشان ما يربيش بكتيريا وعفن في التخليل بتاعه. يعني الفلفل ما يكونش فيه حاجه ضربه ولا بايظه تبصي فيه، الليمون كمان ما تكونش فيه حاجه ضربه ولا بايظه تبصي فيه، والزيتون انت غيرت له يومين تبصي فيه وانت بتعبيه لا يكون فيه حاجه باظت منه. المخلل اللي تخلليه كله لازم يكون سليم 100% عشان يفضل سليم معاكي في البرطمان وما يربيش معاكي اي بكتيريا. كده الميه خلصت بتاعته، الملح بتاعها. يلا بينا بقى نعبي الزيتون. يلا بينا. طبعا احلى حاجه تخللي فيها المخلل هو الازاز، لكن لو مفيش كفايه ينفع البراطيم اللي هي بلاستيك، بس لازم تعقميها. ولعي الفرن 5 دقايق كده واطفيها وسيبيها تتهوى شويه لو سخنه زاد عن اللزوم، وبعد كده تقدري تحطي فيها البراطيم او البرطمانات. بعد ما تتغسل تقدري تحطي فيها بكل امان المخلل. يعني لازم التعقيم ده. لاحظوا ان احنا بنعمل حاجه بتقعد معانا من السنه للسنه، مش هنفتح عليها شويه كده وناكلها وخلاص. انا كده هكبس البراطيم كده كلها ونرجع مع بعض نزودها المحلول بتاعها. انا كبست البراطيم بس مش هي دي الكميه كلها، لسه هجيب براطيم تاني. بصي وانت بتعبي اكبسي كده بايديكي ودوسي لتحت. مش عايزه حاجه تبقى من فوق كده مش طايلها الميه والزيت. لو في حاجه لقيتيها عريانه من الميه والزيت شيليها، لان الحاجه العريانه من الميه المالحه والزيت هتوصل لها حتما بكتيريا. هاخد الكوبايه اللي فيها الليمون دي، هحط حوالي 3 معالق كبار من معلقتين ل3 في كل برطمان، عشان انا لسه عندي تاني من المخلل. ماشي اهو.
هزود بقى ميه، بس هخلي حته فاضيه علشان خاطر الزيت، ما ننساش نعمل حساب الزيت واحنا بنملى. يلا بينا نكمل البراطين كده زيت، مش مهم كميه الزيت، المهم ان الزيت يبقى على الوش، وكمان ما تبقاش فيه حاجه باينه. يعني بصي الجزرايه اللي باينه دي مش هينفع تقعد كده، لازم هشيلها عشان مش متغطيه. بصوا وبرضك الباقي هشوفه دلوقتي وهريحهم خالص تحت الميه والزيت، واللي هيفضل فوق من غير ميه وزيت انا رايحه ايه، راح اشيله. ماشي، خلي بالك اعملي حسابك ان البراطيم ساعات بتنزل زيت، يعني خلي بالك. يلا كده انا دلوقتي هجيب منديل فيه خل وهمسح كده، هنضف كده هو الحواف بتاعه البرطمان عشان ما يربيش برضو بكتيريا. زي ما قلت لكم ده بيقعد سنه كامله، لازم تحافظي عليه جدا من اي بكتيريا واي هواء تدخله. دلوقتي انا هغطي، طب انا هغطي لو انا البرطمان بتاعي منفس او احتمال يدخل له هواء، هحط الاول كيس مطبخ هقطعه على كل على قد البرطمان وهغطيه كويس. خلاص كده الزيتون خلص معانا، تاكلوه بألف صحة وعافية. يا رب تجربوا طريقتي وتعجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو، لو ما اشتركتوش في القناة يسعدني اشتراككم، والى اللقاء في فيديو جاي مع حلو حادق مع النسية. باي.